موجة غضب واسعة تجتاح الشارع الجزائري بعد احتجاجات عدة في مناطق بسبب أزمة المياه، التي تفاقمت مع تقاعس الحكومة عن حلها وإطلاق وعود تلو الوعود. تبين أنها في إطار الدعاية الانتخابية مع اقتراب الاستحقاق الرئاسي في سبتمبر القادم. واندلعت الاحتجاجات الجزائرية أول وثاني أيام عيد الأضحى في عدة مناطق من ولاية تيارت، التي تقع على بعد 280 كيلومترا جنوب غرب الجزائر العاصمة، بسبب عدم حل مشكلة انقطاع مياه الشرب. ونشطت عدة هاشتاغات بهذا الخصوص، منها ثورة شرط سفري العطش، تيارت الجزائر شرط سفري المنكوبة، ولقيت تفاعلا واسعا. وكان الرئيس عبد المجيد بون قد وعد بحل أزمة نقص المياه في تيارت قبل عيد الأضحى، لكن لم تتحقق هذه الوعود. ومنذ تولي بون للرئاسة في ديسمبر 2019 عقب استقالة سلفه عبد العزيز بوتفليقة تحت ضغط الحراك الشعبي، شهدت الجزائر احتجاجات كثيرة. وتعيش مواقع التواصل الاجتماعي بالجزائر موجة من الغضب منذ مدة بسبب الظروف المعيشية المزرية التي أصبحت عليها الجزائر الجديدة، الذي ظل النظام وحاشيته يتغنون بها. هذه الجزائر الجديدة التي يفتقد فيها المواطن لأبسط ظروف العيش، في ظل توالي الأزمات المعيشية في بلاد تتوفر على النفط والغاز الطبيعي ولا تستطيع توفير الزيت والسميدة والماء لمواطنيها. ويرى مراقبون للشأن الجزائري أن جميع مكونات حدوث انفجار اجتماعي مجتمعة في الجزائر. فالجزائر تعاني مجموعة من التحديات الداخلية والخارجية، عزلة دولية التي يمكن أن تغرق البلاد في الفوضى، وهي مؤشرات غير مطمئنة.